يا مامي انا لو قلت كذا الميس هتعاقبني، او لو قلت كذا انا هعمل. لا، خلي تعاقبي وانتي مش كذابه، وانتي باحترامك احسن. مع الوقت لو في اي شهاده، لا هاتوا فلانه الفلانيه عشان ما بتكذبش، شهادتها بالنسبه لي مهمه جدا. ايه رايك في التصرف ده؟ مش ده احسن؟ وايه يعني لو اتعاقبتي على غلط عملتيه، مش انتي عملتي الغلط ده؟ اللي قدامك بقى عنده حاجتين: اما تقبل الاعتذار وانه يسامحك عشان انتي ما كذبتيش، واما ان هو يعاقبك وتقبلي العقوبه عادي جدا لان انتي غلطتي. بالنسبه للمدرسه او ماما وبابا لو ابنائهم بيكذبوا في البيت، اتمنى يبقى عندك جزء من السماحه، ان انت تتقبل الاعتذار والاعتراف بالخطأ. ليه؟ علشان رقم واحد انمي فيهم ان هما ما يكذبوش، وان شوف زي ما انت قلت الصدق ده، الصدق نجاك، الصدق خلاك كذا، الصدق مش عارف ايه، وان انا احترمت ده فيك. او اني اعاقب عشان انت عملت الغلطه دي، بس خد بالك انا مبسوطه منك قوي على الحاجه التصرف اللي انت عملته. يبقى انا عالجت موضوع